السلام عليكم حبايبي طلاب ثالثه ثانوي. احنا النهارده ان شاء الله باذن الله مكملين مع بعض حل في النماذج الاسترشاديه 2026. هنحل دلوقتي مع بعض النموذج الاسترشادي الخامس في البيور ماثماتكس. زي ما احنا متعودين في اول كل فيديو بيبقى لينا دعاء بنردده مع بعض وبنحط نيه خالصه لله ان الوقت اللي احنا قاعدينه مع بعض ده هو وقت في سبيل الله. فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسر ولا تعسر وافتح علينا فتوح العارفين ووفقنا لفهم المسائل وحسن التطبيق. اللهم امين يا رب. يا رب يوفق كل واحد فيكم يحقق له كل اللي هو بيتمناه. تعالى كده نشوف اول سؤال عندنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول سؤال عندي بيقول لي هنا ايه؟ لو انا عندي الزد عباره عن نيجاتيف 5 ساين ثيتا بلس 5 اي كوساين ثيتا and the modulus of الزد is r. المودولس بتاع الزد كان مين؟ كان r. والبرنسبل امبليتيود is الفا. زين الار والثيتا، يعني هو عايزني احط الزد ان ستاندرد فورم واطلع من الستاندرد فورم ده الار بتاعتي بكام والثيتا اللي هي هنا البرنسبل امبليتيود هو مسميها الفا بكام. طيب انا الشكل اللي قصادي ده ستاندرد فورم. طب بعرف منين هو ستاندرد فورم ولا لا؟ التيرمز كلها بوزيتيف والاي جنبها ساين. التيرمز كلها بوزيتيف والاي جنبها ساين. انا هنا التيرمز مش كلها بوزيتيف والاي مش جنبها ساين. يبقى انا دلوقتي هحاول اظبط شكل الايه؟ شكل المساله. طبعا انا لو كان معايا هنا الثيتا دي رقم كنت هكتبها على الكالكليتور. هجيب الاول مود 2 بعد كده اعمل شيفت 2 بعد كده اختار 3. هقدر اجيب الكالكليتور الزد ان ستاندرد فورم. طيب انا هنا اول حاجه هعملها ان انا هاخد ال5 كومن. لما اخد من هنا ال5 كومن فتبقى لي نيجاتيف ساين ثيتا بلس اي كوساين ثيتا. طيب دلوقتي بقت ايه؟ الاي جنبها كوساين. طيب تعالى راجع لك بقى نستفيد نستفيد من الجزئيه دي والسؤال ده ان انا راجع لك على الجزئيه دي لانها جزئيه مهمه جدا 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 طول ما انت مش هتعرف تعملها على الكالكليتر. احنا في الحياه هنا قاسمين الدنيا بتاعتنا لتو كيسز. لو انا عندي اي جنبها ساين بشتغل بالشكل ده. لو انا عندي اي جنبها كوساين بشتغل بالشكل ده. طيب ازاي بقى لو هي اي جنبها ساين اللي هي مش الكيس بتاعتنا؟ انا هنا اي جنبها كوساين يعني انا هستخدم الكيس الثانيه بس انا براجع لك على الكيس الاولى. لو هي اي جنبها ساين اول حاجه هبص عليها احدد الكواد. لو هي بوزيتيف تبقى فيرست كواد، نيجاتيف بوزيتيف سكند كواد، نيجاتيف ثيرد، بوزيتيف نيجاتيف فورث. سيتا يعني هاخد السيتا زي ما هي. لو هي بوزيتيف هعمل 180 ماينس سيتا. لو هي نيجاتيف بوزيتيف هعمل لده تشينج للساين ولده تشينج للساين، فدي هتكون نيجاتيف سيتا ودي هتكون نيجاتيف 180 بلس سيتا. طيب لو هي اي كوساين بوزيتيف فيرست كواد، نيجاتيف بوزيتيف سكند كواد، نيجاتيف ثيرد، بوزيتيف نيجاتيف فورث. اول حاجه كده 90 ماينس سيتا، يعني لو هي فيرست كواد اخليها 90 ماينس سيتا، اعمل لها تشينج للساين تحتها تبقى نيجاتيف 90 بلس سيتا. هنا 90 بلس سيتا اعمل لها تشينج للساين تبقى نيجاتيف 90 ماينس سيتا. طيب تعالى بقى نبدا نشوف. انا الكيس بتاعتي اي جنبها ساين. طيب الاوردر ديبير بتاعي نيجاتيف بوزيتيف ولا بوزيتيف ولا نيجاتيف ولا بوزيتيف بناء على ايه؟ ادي ده نيجاتيف وادي ده بوزيتيف. يبقى انا السيتا بتاعتي هيبقى اسمها ايه؟ هيبقى اسمها 90 بلس سيتا. يبقى انا دلوقتي الزد بتاعتي هنا تبقى عباره عن 5. تمام؟ هشيل دي واخليها كوساين 90 بلس سيتا بلس اي ساين 90 بلس سيتا. الله بس كده؟ والله بس كده. امال انت فاكر ايه؟ يبقى انا هنا يا جماعه الموديلز بتاعي اللي هو الار هيكون ب 5. البرنسبل امبليتيود اللي هو مسميها الفا هتكون 90 بلس سيتا. يعني الانسر هنا لتر مين؟ لتر دي. يبقى انت حياتك هتبقى حلوه وجميله ومنعنشه وزي الفل لو انت حافظ الرسمتين دول. لو انت مش عارف الرسمتين دول هتقعد تحور على نفسك. يبقى تاني، لو اي جنبها ساين بتبقى سيتا 180 ماينس سيتا، وده اعمل له تشينج للساين هنا وده اعمل له تشينج للساين هنا.
طب لو الاي جنبها كوساين 90 ماينس سيتا و90 بلس سيتا، اعمل له تشينج للساين هنا، اعمل له تشينج للساين هنا، على حسب الكواد بتبقى البرنسبل امبليتيود بتاعتي. يعني الانسر هنا لتر مين؟ الانسر هنا لتر دي، والموضوع بالنسبه لنا انتهى. the value of the term free of الاكس. انا عايز اجيب الترم الفري اوف الاكس، عايز اجيب الترم الايه؟ الفري اوف الاكس. هعمل هنا ايه؟ بص يا استاذي الكريم، انا هجيب جنرال تيرم. انا عندي 2 اكسبانشن، تمام؟ بعدين انا هشتغل عادي خالص. قلت له ده كده الجنرال تيرم، جنرال تيرم. هجيب جنرال تيرم للاكسبانشن الاولاني بلس جنرال تيرم للاكسبانشن الثاني. طيب يبقى هنا 8 سي ار. هاخد السكند تيرم اللي هي اكس باور نيجاتيف 1 باور ار، يبقى نيجاتيف ار. هاخد الفيرست تيرم اللي هو اكس باور ان ماينس ار، 8 ماينس ار بلس 8 سي كي. يبقى هنا من الاوردر ديبير الاولاني اللي متحكمه في الاوردر سميتها ار، هنا المتحكمه في الاوردر سميتها كي. هاخد هنا نيجاتيف 1 باور كي، اكس باور نيجاتيف 1 باور كي تبقى نيجاتيف كي، اكس باور 8 ماينس كي، اكس باور 8 ماينس كي. يبقى هنا عندي مين؟ 8 سي ار. هنا اكس باور كام بقى؟ نيجاتيف ار ونيجاتيف ار يبقى نيجاتيف 2 ار، يبقى 8 ماينس 2 ار بلس نيجاتيف 1 باور كي 8 سي كي اكس باور 8 ماينس 2 كي. يبقى هنا يا نجم علشان الترم بتاعي يبقى ترم فري وفي الاكس، يبقى هنا مش هيبقى فيه اكس وهنا مش هيبقى فيه اكس. طيب عشان هنا ما يبقاش فيه اكس لازم ايه اللي يحصل؟ قال لي لازم تبقى 8 ماينس 2 ار هتكون بزيرو، وهنا 8 ماينس 2 كي هتكون بزيرو. هنجيب ال 2 ار هنا يبقى 2 ار ايكوال 8، يعني الار بكام؟ ب 4. هنجيب ال 2 كي هنا يبقى ال 2 كي ايكوال كام؟ 8، يعني الكي بكام؟ ب 4. قلت له جميل، الترم الفري وفي الاكس هو الترم اللي ما فيهوش اكس، تمام؟ يبقى ترم فري اوف اكس هتبقى 8 سي 4 بلس نيجاتيف 1 باور 4 تايمز 8 سي 4. فالانسر هنا اداني كام؟ 2 8 سي 4، اللي هي لما اجي احسبها على الكالكليتر الاقيها تطلع كام؟ 140، اللي هي لتر مين؟ اللي هي لتر ايه. انا ولا استخدمت لك سبيشال كيس ولا استخدمت اي حاجه، انا عملت العادي، عملت النورمال اللي هو دايما هتلاقيني بلجأ له طول ما السؤال ممكن يبقى فيه اي حوار بالنسبه لك او اي لخبطه، او العادي، اشتغل عادي. ادينا حلينا والدنيا جميله وحلوه وزي الفل. لو انا عندي فيكتور A عباره عن 2 ونيجاتيف 1 و2، عايز اجيب نورمال A. ماشي يا استاذ، 2 باور 2 بلس نيجاتيف 1 باور 2 بلس 2 باور 2 ادتني 3. حلو وجميل ورائع وزي الفل. لو انا عندي اي باور اكس بلس 1 اوفر اي باور اكس، عايز اجيب الفيرست ديريفيتيف عند الزيرو. باشا كالكليتر، ادي يا معلم، ادي اي، استنى بس، ادي شيفت الزرار ده، اي باور اكس بلس 1 اوفر اي باور اكس عند الاكس بزيرو، ادتني زيرو. طيب بس كده، بس كده والله. طيب لو انا عايز اعملها بدماغي تعالى نعمل ديريفيتيف. تعالى بس نظبط شكل المساله الاول. ادي الاف اكس عباره عن اي باور اكس بلس اي باور نيجاتيف اكس. ادي الفيرست ديريفيتيف، ديريفيتيف الباور ب 1، وادي ننزل الاي باور اكس، ديريفيتيف الباور بنيجاتيف 1، وادي ننزل الاي باور اكس.
هنشيل الاكس ونحط مكانها 0 تبقى اي باور 0 ماينس اي باور 0. الاي باور 0 دي ب 1 ماينس 1، فالاجابه ادتني ايه؟ الاجابه ادتني 0 اللي هي لتر ايه. 2x اف اكس بلس 2x سكوير اف داش اكس ايكوال 4x باور 3 بلس 4x، وكانت الاكس بيلونج للار ستار يعني الار كلها ما عدا الزيرو، وكان الاف 1 ب 7 وكان الاف 2 بكام؟ وكان الاف 2 بكام؟ قلت له جميل. نشتغل هنا ازاي؟ احنا عايزين نجيب الاف 2. عايزين نجيب الاف 2. انا مشكلتي هنا ان انا عشان اجيب الاف 2 محتاج يبقى معايا الفيرست ديريفيتيف عند ال 2، وانا معيش الفيرست ديريفيتيف عند ال 2. 2x اف اكس بلس اكس باور 2 اف داش اكس. الشكل ده ما بيفكركش بحاجه؟ 2x اف اكس بلس اكس باور 2 اف داش اكس. صدق انا لو عملت انتجريشن للتو سايدز، ادي انتجريشن ل 2x اف اكس بلس اكس سكوير اف داش اكس يكون ايكوال انتجريشن 4x باور 3 بلس 4x. عملت انتجريشن للتو سايدز، هنا زودنا دي اكس وهنا زودنا دي اكس. حلو قوي. بص بقى، لو انا عندي اكس باور 2 تايمز اف اكس وجيت قلت لك اعملهم لي ديريفيتيف، اعملهم لي ديريفيتيف، هتقول لي ديريفيتيف الاول ب 2 اكس تايمز الاف اكس زي ما هي، بلس ديريفيتيف الثاني باف داش اكس تايمز الاكس باور 2 زي ما هي. يعني ديريفيتيف الاول تايمز الثاني بلس ديريفيتيف الثاني تايمز الاول. ده كان بمين؟ اكس باور 2 الاف اكس، ده الديريفيتيف بتاعه. يبقى الانتجريشن ل 2 اكس اف اكس بلس اكس باور 2 اف داش اكس ده يديني مين؟ قال لي اكس باور 2 تايمز اف اكس ايكوال انتجريشن ده. قال لي هزود 1 للباور واعمل ديفايدد للباور الجديد، يعني هتبقى 4 اكس باور 4 اوفر 4 بلس 4 اكس باور 2 اوفر 2. الكلام ده بلس مين؟ بلس السي الكونستانت، بنجمع الكونستانت بتاع الاثنين في واحده. طيب قال لي انا عندي نقطه مهمه قوي، انا عايز اجيب السي عشان بعد كده اعرف اجيب الاف 2. اصل انا لو شلت الاكس وحطيت مكانها 2 هيبقى عندي الاف 2 ناقصها الفاليو بتاعت السي، فانا الاول هروح رايح قايل له ات الاكس ايكوال 1، يبقى عندي 1 باور 2 هيكون تايمز اف 1 هيكون ايكوال ال4 هتطير مع ال4 يبقى 1 باور 4 بلس 2 تايمز 1 باور 2 بلس السي. الاف 1 ب 7 يعني دي 7 هتكون ايكوال 1 بلس 2 بلس السي. دي 3 تروح السايد الثاني تبقى ماينس، يبقى السي بكام؟ السي ب 4. يبقى اكس باور 2 اف اكس ايكوال اكس باور 4 بلس 2 اكس باور 2 بلس ال 4. باشا انت كنت عايز ايه في المساله؟ عايز اف 2، شيل الاكس وحط مكانها 2، يبقى 2 باور 2 اف 2 تبقى ايكوال 2 باور 4 بلس 2 تايمز 2 باور 2 بلس 4. قلت له جميل، ده كده دي 2 باور 2 اللي هي كام يعني؟ قال لي 4 اف 2. دي 2 باور 4 اللي هي كام؟ 16. دي 4 تايمز 2 ب 8 بلس كام؟ بلس 4. قلت له يعني 4 اف 2 هيديني كام؟ 28. ال 4 تايم تروح السايد الثاني تبقى ديفايد، يبقى الاف 2 تديني 28 اوفر 4 اللي هي ايكوال كام؟ اللي هي ايكوال 7. يبقى الانسر هنا 7 اللي هو لتر مين؟ اللي هو لتر سي. سؤال حلو جدا 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 جدا، معتمد بس على فكره على قوه الملاحظه. طيب the measure of the angle between the straight line. عندي هنا ايه؟ كوما كوما
يبقى الشكل بتاع الستريت لاين ده هيبقى عامل ازاي؟ قال لي x minus 3 over 2 equal y minus 1 over 0 equal z plus ال 1 over negative 2. ايه اللي انا عملته ده؟ قال لي عشان في كوما فانا عرفت ان الدايركشن عند الواي بزيرو، فانا عشان اخليها ايكوال بعمل ايه؟ بدخل ال1 جوه تبقى y minus 1 over 0. هو بيكتبها لي كده عشان ما ينفعش يكتب اوفر 0. فانا كده من هنا بعرف ان الدايركشن بتاع الستريت لاين هيبقى عباره عن مين؟ قال لي 2 0 ونيجاتيف 2. طيب انا عايز اجيب الانجل بتوين الستريت لاين والبلين، فقلت له جميل، ادي يا باشا الدايركشن بتاع الستريت لاين. طيب الايكويشن بتاعت البلين كانت x بار 2 بلس 2y ماينس 2z بلس ال 5 ايكوال 0. يبقى الدايركشن بتاع البلين هيبقى عباره عن مين؟ 1 و2 نيجاتيف 2. الانجل بتوين ستريت لاين وبلين ساين ثيتا ابسولوت دي دوت ال ان اوفر نورم الدي نورم ال ان. يبقى ادي ادي 2 و0 ونيجاتيف 2 ماشي دوت ال1 وال2 والنيجاتيف 2. ادي ده كده سكوير روت ل 2 بار 2 بلس 0 بار 2 بلس نيجاتيف 2 بار 2 سكوير روت ل 1 بار 2 بلس 2 بار 2 بلس 2 بار 2. 2 تايمز 1 ب 2 0 تايمز 2 ب 0 نيجاتيف 2 تايمز نيجاتيف 2 ب 4 جوه الابسولوت روت 4 و4 روت 8 روت 8 و1 9. قول لنا اللي فوق ده 6 واللي تحت ده روت 3 روت 8. ادتني روت 2 اوفر 2 ادتني روت 2 اوفر 2. يبقى ساين ثيتا بروت 2 اوفر 2. يبقى الثيتا هتبقى عباره عن مين؟ قال لي شيفت ساين روت 2 اوفر 2 اللي هي ادتني 45 اللي هي باي اوفر كام؟ باي اوفر 4. يبقى الانسر عندي هنا لتر مين؟ لتر سي. امتحان حلو وجميل وزي الفل. لو كان الاكس 1 والاكس 2 are the roots of the equation x باور 2 plus 7x plus 2 then the middle term of the expansion x1 plus 3x2 باور 6. عايز يجيب الميدل تيرم للاكسبانشن ده. طيب طبعا انت اول حاجه هتيجي في دماغك ان انت تعمل ده فاكتورايز. تمام، تعال نكتشف الخازوق مع بعض. لما نحط هنا 1 وهنا 7 وهنا 2 لقينا ايه اللي حصل؟ الله، اكيد انت مش هتقعد تعمل كده صح؟ طيب هنعمل بقى ايه حلوه الفكره دي قوي، لذيذه يعني. بص يا استاذي الكريم، تعالى افكرك بمعلومه مهمه جدا 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 كانت عندك قبل كده. ان انا لو معايا اي كوادراتيك ايكويشن x باور 2 ماينس السم x بلس البرودكت بيكون ايكوال كام؟ بيكون ايكوال 0. ده اسمه الفورم بتاع الكوادراتيك ايكويشن ماينس السم بلس البرودكت. الاي هو كوفيشنت الاكس باور 2 اللي هو هنا 1. البي هو كوفيشنت الاكس اللي هو هنا 7. السي هو الرقم لوحده اللي هنا 2. عشان اقدر اقول ان انا عايز اجيب السم اوف ذا تو روتس، ما هو قال لك ان التو روتس اكس بلس الواي، فالسم بتاع التو روتس ليه قانون نيجاتيف بي اوفر اي. يعني باخد الرقم اللي هنا ده اعمل له نيجاتيف اوفر اي، يعني نيجاتيف 7. البرودكت اللي هو x1 تايمز x2 الكلام ده طلع بكام؟
سي اوفر ايه ده قانونه سي اوفر ايه اللي هو بكام؟ اللي هو ب2. طيب امتى بلجأ لكلمه سم وبرودكت؟ لما انا جيت هنا دلوقتي يا باشا عملت فاكتورايز قصادك، لقيت الكلام اللي طلع كلام عقيم. لقيته بص روت مش عارف كام، نيجاتيف 7 بلس روت 41 اوفر مش عارف كام، فالموضوع معقد. فانا جبت سم وبرودكت. خد بالك انا عارف ان انا عايز ميدل تيرم، فالميدل تيرم انا كده كده هطلع جنرال تيرم، فانا عايز الاكس 1 وعايز الاكس 2 بعد كده. السم والبرودكت دول انا مش عارف استخدمهم ازاي، بس انا جبتهم دلوقتي بقوا معايا. طيب مستر حضرتك عارف انك هتحتاجهم فعشان كده جبتهم. انا في الامتحان مش هبقى عارف ان انا هحتاجهم. اه تعالى اقول لك على حاجه، اعتبر نفسك انا ما عملتش الخطوه دي. مش انت عايز الميدل تيرم للاكسبانشن ده وعطلان؟ اه طيب تعالى بالراحه بقى كده. مين هو الميدل تيرم؟ الميدل تيرم قال لي اول حاجه الباور ايفن ولا اود؟ قال لي الباور ايفن. يبقى الميدل تيرم، ميدل تيرم هيبقى تي 6 بلس 2 اوفر 2. يعني تي كام؟ يعني تي 4. ماشي. هات لي جنرال تيرم. قال لي تي ار بلس ال1 هيبقى عباره عن ان سي ار. السكند تيرم اللي هو عباره عن مين؟ 3 باور ار واكس 2 باور ار. الفيرست تيرم اللي هو عباره عن اكس 1 هيبقى ان ماينس ار اللي هي 6 ماينس ار. قال لي 6. تعالى بقى نجيب الجنرال تيرم للميدل تيرم اللي هو التي 4. التي 4 هيبقى 6 سي 3 3 باور 3 اكس 2 باور مين؟ باور 3. اكس 2 باور مين؟ باور 3. واكس 1 باور مين؟ باور 3. هو انا علشان اجيب الميدل تيرم محتاج ايه؟ محتاج اجيب الفاليو بتاعت دي. قلت له جميل، 3 باور 3 دي ب 27 تايمز 6 سي 3 دي هتتحسب على الكالكليتر. جميل. ده البرودكت اللي هو اكس 1 تايمز اكس 2 مش الاثنين عليهم باور 3؟ الاثنين عليهم باور 3 يبقى انا اقدر احط الباور عليهم هما الاثنين صح. طيب انت كده كده كنت هتوصل لدي، فهتيجي تبقى عطلان، فهتيجي تقول انا عايز اجيب الاكس 1 والاكس 2، هتيجي تعمل فاكتورايز على الكالكليتر هتلاقيه طلع رقم عقيم. بما ان انت شخص عقيم انت كمان هتروح رايح واخد الرقم العقيم اللي طلع لك من على الكالكليتر وتعوض بيه هنا، وكله شغل كالكليتر هيطلع لك الاجابه صح زي الفل. 4 3 2 0 زي الفل. انت لو عوضت بالاكس 1 والاكس 2 الارقام اللي طلعت لك على الكالكليتر زي الفل. طيب انا عارف ان اكس 1 تايمز اكس 2 ده اسمهم ايه؟ البرودكت اوف ذا تو روتس. طب البرودكت اوف ذا تو روتس ايه هو قانونه؟ سي اوفر ايه. يعني البرودكت بكام؟ ب2. بس كده. يبقى دي 27 تايمز 6 سي 3 تايمز 2 باور 3. ادي 27 27 تايمز 6 سي 3 تايمز 8 4 3 2 0. الف مبروك. If the slope of the tangent to a curve is given by the relation dy over dx equal x power negative 1 1 over x اللي هي x power negative 1 and the curve passes through البوينت e power 3 e و 3 هات f e power 2. قلت له جميل استاذي الكريم، انا معايا الدي واي اوفر دي اكس، سؤال مكرر اتعاملنا معاه كتير. هتودي الدي اكس السايد الثاني، ادي الدي واي تبقى عباره عن 1 اوفر اكس دي اكس. هناخد انتجريشن للتو سايدز، انتجريشن الدي واي واي، انتجريشن 1 اوفر اكس لن ابسولوت اكس بلس مين؟ بلس السي. عشان اجيب السي عشان يبقى معايا الفانكشن عشان اقدر اجيب بعد كده اف اي باور 2 هشيل انا عندي بوينت عدى منها الكيرف اللي هي اي و 3، هشيل الواي واحط مكانها 3 واشيل الاكس واحط مكانها اي لين اي ب 1. هجيب دي هنا فادتني السي بكام؟ السي ب 2. بس كده يا باشا ادي الواي
عباره عن لن ابسولوت اكس بلس 2. انا عايز اجيب اف اي باور 2. ادي لن اي باور 2 بلس 2. اللن بتعمل ايه في الباور؟ بترميه قبلها، يبقى 2 لن اي بلس 2. لن اي ب 1، 2 بلس 2 ادتني 4. ادي الاجابه هنا لتر بي. In the opposite figure, the volume of the solid generated by revolving the shaded region a complete revolution about the x-axis. الراجل معايا، الراجل مديني الكيرف ومديني البدايه ومديني النهايه وعايز يجيب الفوليوم. وعايز يجيب مين؟ عايز يجيب الفوليوم. يبقى انا هنا الفوليوم بتاعي هيبقى عباره عن باي انتجريشن من ال 1 لل 3 للواي سكوير دي اكس. يبقى ادي باي انتجريشن من ال 1 لل 3 اكس باور 2 اول باور 2 دي اكس. يبقى انا بعمل باي انتجريشن من ال 1 لل 3 اكس باور 4 دي اكس. يا اما اكتبها على الكالكليتر يا اما اعملها بدماغي. لو انا هكتبها على الكالكليتر، ادي هجيب الكالكليتر الحلوه الجميله بتاعتي دي كده، واروح جاي عامل انتجريشن ادي اكس باور 4 من ال 1 لل 3 وفي قبلها باي عشان ما انساش، 242 اوفر 5 باي. يعني الاجابه لتر مين؟ يعني الاجابه لتر بي. امتحان حلو جدا وجميل ورائع وزي الفل لحد دلوقتي في اول 9 مسائل، الدنيا فيه لذيذه. The opposite figure represents the first derivative، يعني دي رسمه first derivative. Which of the following statements is correct؟ مين من دول؟ مين من دول صح؟ قلت له يا باشا دي رسمه فيرست ديريفيتيف، وهو راجل طيب جدا بيسالني على اللوكال مينيمم ولوكال ماكسيمم وانكريزنج. يبقى انا اروح جاي كده عامل رسمه فيرست ديريفيتيف. مين اللي بيخلي الفيرست ديريفيتيف بزيرو؟ البوينت اوف انترسكشن اوف الاكس اكسس. يبقى دي كده نيجاتيف 5 بتخلي الفيرست ديريفيتيف بزيرو. ادي ال1 بتخلي الفيرست ديريفيتيف بزيرو. ادي ال4 بتخلي الفيرست ديريفيتيف بزيرو. قبل النيجاتيف 5 الفيرست ديريفيتيف كان بوزيتيف. بعد النيجاتيف 5 لحد ال1 الفيرست ديريفيتيف نيجاتيف. فوق الاكس اكسس بوزيتيف، تحت الاكس اكسس نيجاتيف. يبقى الفانكشن increasing decreasing increasing decreasing. بيقول لي لوكال مينيمم ات الاكس ايكوال نيجاتيف 5، لا دي لوكال ماكسيمم. لوكال مينيمم ات الاكس ايكوال 4، لا دي لوكال ماكسيمم. لوكال ماكسيمم ات الاكس ايكوال 1، لا دي لوكال مينيمم. طيب increasing from the interval from النيجاتيف 5 لل 5، ده الفيرست ديريفيتيف بوزيتيف، يبقى هي دي الصح اللي هي لتر مين؟ اللي هي لتر دي. سؤال حلو وجميل ورائع وزي الفل وما فيهوش اي مشاكل عندنا. خلصنا ال10 اسئله اللي ب10 درجات، اتمنى ان هم يبقوا كانوا سهلين بالنسبه لك. تعال نشوف ال10 اسئله الاخرين اللي ب كام درجه بقى؟ اللي ب 20 درجه. طيب تعالى كده يا نجم النجوم. if the straight line L عبارة عن 2 نيجاتيف 1 و 4 T M ونيجاتيف 3 و 2 is perpendicular to the straight line x minus 1 y plus ال 1 1 minus z over 1، هات ال M بكام؟ التو straight lines perpendicular معناها ان الدايركشن بتاع الاولاني والدايركشن بتاع التاني الدوت برودكت بتاعهم بزيرو. دايركشن الاولاني سهل وجميل وحلو وزي الفل، يتاخد على طول M ونيجاتيف 3 و 2. دايركشن التاني فيه مشكله ان لازم كوفيشنت الاكس يبقى 1، ده حاصل. كوفيشنت الواي ده 1، ده حاصل. كوفيشنت الزد 1 مش حاصل. يبقى انا هنا اخليها اكس ماينس 1 اوفر 2 ودي واي بلس 1 اوفر 4. من هنا هناخد نيجاتيف 1 كومن، هتبقى زد ماينس 1 اوفر 1. يبقى دي اكس ماينس 1 اوفر 2 تبقى ايكوال واي بلس ال 1 اوفر 4. هتبقى ايكوال، هنعمل ديفايدد نيجاتيف 1 فوق واللي تحت، يبقى زد ماينس 1 اوفر نيجاتيف 1. يبقى الدايركشن بتاعي هنا هيبقى عباره عن مين؟ 2 و4 ونيجاتيف 1. بس كده يا باشا احنا اتفقنا ان التو ستريت لاينز بيربنديكولار. ده معناها ان الدوت برودكت بتوع الدايركشن هيكون بزيرو. يعني ام ونيجاتيف 3
و2 دوت 2 و4 ونيجاتيف 1 هيكون 0. 2 تايمز ام ب 2 ام، نيجاتيف 3 تايمز 4 بنيجاتيف 12، 2 تايمز نيجاتيف 1 بنيجاتيف 2، الكلام ده ايكوال 0. يبقى ال 2 ام ماينس 14 ايكوال 0. الماينس 14 هيروح السايد التاني يبقى بوزيتيف، يبقى 2 ام ب 14، يبقى الام بكام؟ الام ب 7. الباشا كان عايز الام، فالام هنا ب 7 اللي هي لتر A، واول درجتين مضمونين في الجيب. بيقول لك هنا ايه؟ ذا اوبوزيت فيجر. فين الاوبوزيت فيجر؟ يعني فين كلمه اوبوزيت فيجر؟ if the function y is continuous from ال 1 to 3، وكان الانتجريشن من ال 1 لل 3 للاف اكس بلس ال 1 دي اكس كانت بنيجاتيف 5، والانتجريشن من ال 1 لل 3 اف اكس بلس ال 2. باشا يا باشا يا باشا، انا بقدر اوزع الانتجريشن على الاثنين، فاقدر اجيب بكام وريح دماغي. يعني انا اقدر اعمل كده، انتجريشن من ال 1 لل 3 للاف اكس بلس انتجريشن من ال 1 لل 3 لل 1 دي اكس، الكلام ده ايكوال نيجاتيف 5. اودي ده السايد التاني، يبقى انتجريشن من ال 1 لل 3 اف اكس هتكون ايكوال نيجاتيف 5 ماينس كام بقى؟ تعالى نعمل ده كده على الكالكليتر. ادي الانتجريشن، انتجريشن لل 1 من ال 1 لل 3 ادتني 2، لما اوديها السايد التاني بقت نيجاتيف 2، يبقى ده كده بنيجاتيف 7. انا عايز بقى انتجريشن من ال 1 لل 3 اف اكس بلس انتجريشن من ال 1 لل 3 لل 2 دي اكس هتكون ايكوال كام؟ احنا اتفقنا ان الاف اكس بنيجاتيف كام؟ بنيجاتيف 7. الانتجريشن لل 2 بقى طلعت ب 4، نيجاتيف 7 بلس 4 ادتني نيجاتيف 3، يبقى الاجابه اهي. في واحد تاني يقول لي طب ما انا عندي طريقه اسهل. ايه هي؟ ان انا هقول لك ان انتجريشن من ال 1 لل 3 اف اكس هي المفروض بلس 2، هوزع ال 2 دي اخليها 1 بلس 1، فاوزع الانتجريشن كده، ادي ال 1 اوفر 3، ادي اف اكس بلس 1 دي اكس بلس انتجريشن من ال 1 لل 3 1 دي اكس. والله يا باشا انت مديني الفاليو بتاعت دي بنيجاتيف 5، وادي بلس انا لسه جايب دي ب 2، يبقى نيجاتيف 5 و2 ادتني كام؟ ادتني نيجاتيف 3، وبرده طلعت لي نفس الاجابه. الاسهل ليك حل بيها يا باشا، انا ما عنديش اي مشاكل معاك. in the opposite figure عايز اجيب دي سي وسي بي، ما بينهم دوت برودكت، ما بينهم دوت برودكت. طبعا احنا هنا عندنا طريقتين وكلنا عارفين الموضوع الحلو الجميل ده. ايه هو؟ اول طريقه ان انا اروح جاي هنا عامل، فدي كده تبقى 6، فدي هتكون 4، تمام؟ دي 6 ودي 4. طيب دي 6 ودي 4، احنا عايزين نجيب دوت برودكت. طيب والله زي الفل يا باشا، انا هفترض ان دي 0 0، وادي البي 10 و0، المسافه دي انا هسميها واي، يبقى البوينت دي هتكون 4 وكام؟ 4 واي. طيب انا مش محتاج البوينت ايه، هم دول البوينتس اللي انا محتاجهم. انا محتاج فيكتور اسمه دي سي، الفيكتور اللي اسمه دي سي هيبقى سي ماينس دي، احنا لسه جايبين السي ب 0 و0 ماينس الدي ب 4 واي، ب 4 وايه؟ ب 4 واي. 0 ماينس 4 هتديني نيجاتيف 4، 0 ماينس واي هتديني نيجاتيف واي. طيب السي بي، قال لي السي بي عباره عن بي ماينس سي، البي اللي هي عباره عن 10 و0، والسي اللي هي عباره عن 0 و0. 10 ماينس 0 ب 10، و0 ماينس 0 ب 0. قلت له يبقى الدي سي دوت السي بي هيبقى عباره عن مين؟ نيجاتيف 4 ونيجاتيف واي دوت ال 10 وال0. نيجاتيف 10 تايمز 4 تايمز نيجاتيف 4 تايمز 10 بنيجاتيف 40، ونيجاتيف واي تايمز 0 ب 0. يبقى الاجابه كام؟ الاجابه نيجاتيف 40 اللي هي لتر مين؟ اللي هي لتر سي. طيب واحد هيجي يروح رايح قايل لي ايه؟
انت برضو كنت عارف ان الواي هتطير، فبالتالي اشتغلت الموضوع ده وانت دماغك رايقه وجميله وحلوه وما فيهاش اي مشاكل، عشان انت عارف ان الواي هتطير. انا مش عارف ان الواي هتطير، انا هعمل ايه؟ طيب انت معناها كده يا باشا انك بتطلب مني ان انا احلها لك بطريقه تانية. طيب ده سي، ده سي دي، سو قايل لك دي سي، ماشي، وده سي بي. انا عايز اخليهم الاثنين طالعين من نفس الفيرتكس، فانا اروح رايح قايل ان الدي سي دوت سي بي هو نيجاتيف سي دي دوت سي بي، عشان الاثنين يبقوا طالعين منين؟ من نفس الفيرتكس. يبقى نيجاتيف الدوت برودكت بتوين السي دي والسي بي، يعني نورم سي دي نورم سي بي كوساين، ده الانجل كوساين الانجل اللي ما بينهم، اللي هي كوساين مين؟ اللي هي كوساين سيتا. طيب ماشي يا باشا. بعد انا معيش السي دي حبيبي، ما انت معاك ده 4 وده واي، يبقى السي دي هيبقى عباره عن سكوير روت ل 4 باور 2 اللي هي 16 بلس واي باور 2. طيب حلو، يعني انا هنا هروح رايح قايل نيجاتيف سكوير روت ل 16 بلس واي باور 2، ما انا برضو معيش الواي باور 2. استنى بقى، نورم السي بي ب 10. طيب كوساين سيتا adjacent اوفر هايبوتنس اللي هي 4 اوفر الهايبوتنس اللي هو 16 بلس واي بار 2، نيجاتيف كام؟ نيجاتيف 40. انت برضه يا مستر كنت عارف ان الروت ده هيطير مع، ما هو يعني هنعمل ايه طيب؟ ما هو انت معيش الواي، خلاص اقول المساله فيها غلط واروح جاي رامي القلم كده وما احلش؟ اشتغل على القانون بتاع الواي وهتلاقي الواي دي هتطير طول ما في. طب افرض الواي ما طارتش، يعني انت جيت تحل في الامتحان مساله وكان فيها قانون وما طارش، يبقى في طريقه ماث تجيب القانون ده، ماشي؟ يبقى امتى هيطير؟ لما خلاص بقى انت ما عندكش طريقه ماث تجيب ده، اكيد هو حاططها لك بحيث ان هي تطير. طب لو ما طارتش يبقى في طريقه ماث، يبقى انت لازم هتشغل دماغك لحد ما تجيب الطريقه اللي تخليها تتحل. The equation of the plane which passes through point، بلين عدى من بوينت اسمها 3 والنيجاتيف 2 ومين 1، and الستريت لاين ده perpendicular على البلين. طيب موضوع سهل قوي. انا علشان اجي انا معايا النورمال وهيبقى معايا البوينت اللي عدى منها البلين، طب ما خلاص اهو ده البلين. البلين بيربنديكولار على الستريت لاين ده، ولا الستريت لاين بيربنديكولار؟ ذا ايكويشن اوف ذا بلين which passes through البوينت، يعني عدى من بوينت هنا اسمها 3 ونيجاتيف 2 1، and الستريت لاين بيربنديكولار تو ات، يعني الستريت لاين ده بيربنديكولار عليه. قلت له يا باشا ماشي، يبقى النورمال بتاع البلين بارلل للدايركشن بتاع الستريت لاين. الدايركشن بتاع الستريت لاين يا باشا كوفيشنت الاكس 1 كوفيشنت الواي 1 كوفيشنت الزد 1، جميل. ادي كده 2 و 3 وكام و4، يبقى الدايركشن بتاع البلين 2 و 3 و4. طيب البلين عدى من بوينت اسمها ايه ب 3 ونيجاتيف 2 1، يبقى ان دوت ار ايكوال ان دوت ايه، ايكوال ان دوت مين؟ دوت ايه. الان ب 2 و 3 و4، الار اكس وواي وزد، الان ب 2 و 3 و4، الاي ب 3 ونيجاتيف 2 1، يبقى 2x بلس 3y بلس 4z هتكون ايكوال 6 بلس نيجاتيف 6 بلس 4. يبقى الايكويجن 2x بلس 3y بلس 4z minus 4 equal 0. يعني الانسر هنا لتر مين؟ يعني الانسر هنا لتر ايه؟ سؤال حلو وجميل ورائع وزي الفل.
ايه ده؟ كنت عايز امسح حاجات هنا مسحت ما شاء الله. طيب انا مشغل ولا مش مشغل؟ مشغل. طيب تعالى يا نجم. يا ما تزعلنيش بقى، ما ترخمش عليا. السؤال ده احنا حلينا زيه قبل كده غالبا. In the opposite figure 1 represent the function y equal fx and the figure 2 represent. لا حلينا زيه في الاكسرسايز غالبا. انا فاكر ان انا حليت حاجه زي كده. تعالى بس نمشي كده واحده واحده. يبقى الرسمه الاولانيه ده انت ملخبطني. يبقى الاولانيه اللي على اليمين دي رسمه الاف اكس. الثانيه اللي على الشمال دي رسمه الاتش اكس. يعني دي كده ايه؟ دي اتش ولا ار؟ ريبريزنت الاتش اكس. امال الار فين؟ مش ايوه دي رسمه اتش اكس ودي رسمه اف اكس. الاتش بقى هي عباره عن ار سيركل اف. يعني ايه ار سيركل اف؟ يعني ار، يعني هنعوض بالاف جوه الار. هنعوض بالاف جوه الار. طب انا معينيش اي معلومه عن الار. طيب هوبا 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 هوبا. نفكر هنا ازاي؟ لا اكيد مش هنعمل كده. هنعمل الايكويشن اوف الاف اكس والاتش اكس دي نحاول نجيبها. الاتش اصل احنا عايزين نجيب ار داش، فار داش دي بقى انا لازم يبقى معايا الار شكلها عامل ازاي. طب ما انا معيش الار شكلها عامل ازاي. فانا عايز اجيب الرول بتاعه الار. طب عشان اجيب الرول بتاعه الار لو معايا الرول بتاعه الاتش والرول بتاعه الاف هعرف اجيب الرول بتاعه الار، لان في علاقه بتربط ما بينهم. لا احنا حلينا ازاي قبل كده دي. طيب عايز اجيب الرول بتاعه الاف. دي ايكويشن اوف ستريت لاين. بالله عليك يا شيخ عشان انا راجع لك على تانية ثانوي كلها دلوقتي، فبالله عليك لا تركز. بص يا باشا، اقسم لي بس البيج نصين هنا كده. صلى على النبي كده عليه افضل الصلاه والسلام. زيد النبي صلاه عليه افضل الصلاه والسلام. الاف اكس يا باشا هي عباره عن اي اكس بلس البي. ده الفورم لللينير فانكشن. الاي هو السلوب والبي هو الجزء اللي اتقطع من الواي اكسس. طيب واحد هيقول لي الطريقه دي انا مش هفتكرها. طيب انا هحل بيها دلوقتي وهحلها لك بطريقه تانية برضو. طيب الاي هو السلوب. طيب السلوب انا عندي 2 بوينتس. اول بوينت هنا اسمها هاف وزيرو، والبوينت اللي هنا اسمها 0 ونيجاتيف 1. السلوب y1 ماينس y2 يعني 0 ماينس نيجاتيف 1 يعني 0 بلس ال1 اوفر هاف ماينس 0. يعني السلوب بكام؟ السلوب ب 2. طيب الجزء اللي اتقطع من الواي اكسس بنيجاتيف 1، يبقى الاف اكس بتاعتي عباره عن 2x ماينس 1. طيب انا ليه اخترع طريقه جديده وانا معايا طريقه اوريدي احنا بنحل بيها كل شويه؟ ان انا علشان اعمل ايكويشن اوف ستريت لاين محتاج سلوب ومحتاج بوينت عدى منها y minus y1 over x minus x1. الكلام ده ايكوال للسلوب. نعمل كروس مالتيبليكيشن. y times y plus ال1 ب y plus ال1. 2 times x ب 2x. هنودي ال1 السايد التاني يبقى ال fx عبارة عن 2x minus 1. دي كده طريقة، ورجعت لك عن طريقة تانية لأولى ثانوي، تانية ثانوي، تالتة إعدادي، خدنا الكلام ده. طيب يبقى احنا كده جبنا ال fx. يبقى أنا هنا عندي r معمول لها تايمز 2x minus 1. فاضل لي اجيب ال hx. دي كوادراتيك. دي كوادراتيك. طيب الفيرتكس بتاعتها هي 2 و0. الفيرتكس بتاعتها هي كام؟ هي 2 و0. 2 و0 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 2 و0
عايزين نجيب الفورم بتاع الكوادراتيك. انا عايز لك طريقه سهله. احنا لسه مراجعين من شويه على ايه؟ لسه مراجعين من شويه ان الفورمنج للكوادراتيك ايكويجن ان الاف اكس بتبقى عباره عن مين؟ اكس باور 2 بلس السم اوف ذا تو روتس ماينس السم اوف ذا تو روتس اكس بلس البرودكت. صح؟ صح. الكيرف ده اللي هو الاكس باور 2 ده عمل تاتش للاكس اكسس 1 تايم، فده معناها ان هم بيبقى اسمهم 2 ايكوالز ريل روت. بيبقى اسمهم 2 ايكوالز ريل روت، اللي هو بيبقى التاتش للاكس اكسس. هو عمل تاتش للاكس اكسس كام مره؟ مره واحده عند ال2. فده معناها ان ال2 روتس بتوعها هم قد بعض، وكل واحد منهم ب2. كل واحد منهم ب2. كوادراتيك ايكويشن معناها ان هي عندها اجابتين. ماشي؟ ما ادام الاكس بار 2 يبقى ليها اجابتين. ادام عملت تاتش الاكس اكسس بمره واحده يبقى الاجابتين قد بعض. يبقى انا دلوقتي اقدر اجيب السم اوف ذا تو روتس اللي هو هيكون بكام؟ ب4. والبرودكت برضو هيكون بكام؟ هيكون ب4. يبقى دي ما اسمهاش اف، دي اسمها اتش، معلش. يبقى الاتش اكس هتبقى عباره عن مين؟ اكس سكوير ماينس السم، يعني ماينس 4 اكس بلس البرودكت اللي هي كام؟ اللي هي 4. يبقى دي كده الاتش. تاني، الفورم لاي كوادراتيك ايكويشن هي اكس سكوير ماينس السم بتاع التو روتس بلس البرودكت. التو روتس هو الجزء اللي بيعمل انترسكشن مع الاكس اكسس. الاكس اكسس هنا عمل كت مره واحده، عمل تاتش للاكس اكسس، فبيبقى الروت اسمه 2، بيبقى اسمهم 2 ايكوالز ريل روت. الروت الاولاني اللي هو ال اسمه 2، والروت الثاني اللي هو الام اسمه 2. يبقى السم ب 4 والبرودكت ب 4. يبقى اكس باور 2 ماينس 4 اكس بلس ال 4. حلو قوي. يبقى انا هنا عندي اكس باور 4 اكس باور 2 ماينس 4 اكس بلس ال 4. انا عايز اجيب الاف داش عند ال 4. الاف داش عند مين؟ ال 4. فانا هعمل ديريفيتيف. قال لي اول حاجه هنا الديريفيتيف ده هيبقى اسمه ار داش. ار داش تايمز كام؟ ل 2 اكس ماينس 1 تايمز ال 2. تايمز مين؟ تايمز ال 2. هيكون ايكوال الديريفيتيف ده ب 2 اكس ماينس كام؟ ماينس 4. ب 2 اكس ماينس 4. طيب، ما انا لما باجي اعمل ديريفيتيف لاف سيركل جي بنزل ده داش وبعمل ديريفيتيف للي جوه البراكت. فال2 دي تايم هتروح السايد الثاني تبقى ديفايد. يبقى الار داش عباره عن 2 اكس ماينس 1 تبقى ايكوال اكس ماينس كام؟ اكس ماينس 2. طيب، انا عايز اعرف الفاليو بتاعت الاكس اللي تخلي لي ده يطلع 4. يبقى هاخد ال 2 اكس ماينس ال 1 اساويها بال 4. ده هيروح السايد الثاني يبقى بلس. يبقى ال 2 اكس هتكون ايكوال كام؟ 5. يعني الاكس بكام؟ 5 اوفر 2. الاكس بكام؟ 5 اوفر 2. يبقى ات الاكس ب 5 اوفر 2 هتبقى اف داش عند ال 4 هتبقى ايكوال 5 اوفر 2 ماينس 2. هو في حاجه هنا انا عايز اراجعها عشان في حاجه غلط في الاجابه. هي الاكس ب 5 اوفر 2 دي صح. هي انا عندي مشكله هنا في الحته دي. بص، الحاجه اللي موجوده هنا في الكوادراتيك ايكويشن ذات نفسها. بص، عايزك تركز معايا هنا في حاجه. انا لو جيت في وقت من الاوقات اديتك كوادراتيك ايكويشن، فدي كوادراتيك ايكويشن عملت تاتش عند الاكس في 2، ودي برضو كوادراتيك ايكويشن عملت تاتش عند الاكس في 2. طب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ هنا قطعت، هنا ما قطعتش الاكس اكسس غير فوق، وهنا قطعت عند الكام؟ عند ال 16. طب مين اللي بيتحكم في هي هتبقى الكيرف قريب من بعضه ولا بيبعد عن بعضه؟ ده رقم بيبقى معمول له تايمز في الكوادراتيك ايكويشن. يعني هنا في رقم معمول له تايمز هنا هنسميه ايه؟
يبقى انا هنا الكوادراتيك ايكويجن دي الروتس بتاعتها 2. انا كل ده علشان كنت بحاول اوصل لك لطريقه تعمل بيها الكوادراتيك ايكويجن تبقى سهله، بس ما خدتش بالي هنا ان لازم يبقى في رقم معمول له تايمز للمساله دي كلها. ده ليها الاجابه بتاعتها 2 ودي ليها الاجابه بتاعتها 2. طب مين اللي هيخليني اعرف افرق ما بين الرسمه دي والرسمه دي؟ الرقم اللي موجود بره الكوادراتيك ايكويجن. طب انا هجيب الرقم ده ازاي؟ ان الكوادراتيك ايكويجن دي عدت من بوينت اسمها 0 و16. فانت حتى بص، لو انا عوضت هنا شلت مكان الاكس حطيت مكانها 0 هلاقيها ان هي هتقطع الواي عند الفور مش عند ال16. يبقى انا لازم يبقى عندي رقم هنا، الرقم ده هيخلي لي الكوادراتيك ايكويجن دي تقطع الاكس اكسس، تقطع الواي اكسس عند ال16. طيب الرقم ده بكام؟ احنا ما نعرفش. طب هنجيب الرقم ده ازاي؟ قال لي بص، at الاكس ايكوال 0 هتبقى الواي بكام؟ هتبقى الواي ب 16. فيبقى انا عندي هنا 16 هتبقى ايكوال ايه تايمز 0 ماينس 0 بلس ال 4. يبقى ال 4 a ب 16. يبقى ال a بكام؟ يبقى ال a 4. يبقى ال hx هتبقى عباره عن كام؟ 4x باور 2 ماينس 16x بلس ال 16. يبقى دي كده نقطة جوهرية، وانت بتعمل الكوادراتيك ايكويجن لازم تاخد بالك منها، لازم تعمل براكت كده الايه. طب لو الايه دي طلعت ب1 خلاص انت مالك زمانك، انت مالك زمانك هتسيب الكوادراتيك ايكويجن دي زي ما هي. طيب الايه دي بقى خلتنا نغلط هنا في الديريفيتيف. هي هنا احنا قلنا ان الشكل الكوادراتيك ايكويجن هيبقى شكله عامل ازاي؟ شكل الكوادراتيك ايكويجن هنا هيبقى شكله عامل ازاي؟ 4x باور 2 ماينس 16x بلس ال 16. لما نيجي نعمل ديريفيتيف هتدينا 8x ماينس 16. ال2 تايم هتروح السايد التاني تبقى ديفايد على الاثنين، فدي 8 ديفايد 2 تديني 4x ماينس 16 ديفايد 2 هتديني 4. طيب هنا بقى انا كنت جبت ان الاكس ب 5 اوفر 2، يبقى 4 تايمز 5 اوفر 2 ماينس 4. لقيت الاجابه هتديني كام؟ الاجابه هتديني 2 اللي هي لتر مين؟ اللي هي لتر دي. لو احنا بنتكلم عن نماذج الاسترشاديه كلها من الاول للعاشر، هيبقى السؤال ده هو فكرته مختلفه تماما عن المسائل اللي موجوده في النماذج الاسترشاديه كلها. السؤال ده فكرته حلوه جدا 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 وفيها كذا حاجه تلخبط. لو انا عندي الفانكشن هنا عباره عن ايه؟ عباره عن x باور 3 minus 3x بلس ال 5 is decreasing in the interval. طيب ده بمنتهى البساطه انا عايز اعرف هي decreasing امتى، فانا هجيب الفيرست ديريفيتيف. ادي 3x باور 2 minus 3 هساوي الفيرست ديريفيتيف بزيرو وبقى undefined. هنا الاندفايند مش هيوصلني لحاجه. طيب لما اساوي الفيرست ديريفيتيف هنا بزيرو، ادي النيجاتيف 3 هتروح السايد الثاني يبقى 3x باور 2 هتكون ايكوال 3. ال 3 تايم تروح السايد الثاني يعني الاكس باور 2 ب 1. يعني الاكس بوزيتيف اور نيجاتيف روت 1، يعني بوزيتيف اور نيجاتيف مين؟ 1. قلت له جميل. ادي ده كده النمبر لاين بتاعي بتاع الفيرست ديريفيتيف. ادي النيجاتيف 1 بتخلي الفيرست ديريفيتيف يطلع 0، وادي ال1 بيخلي الفيرست ديريفيتيف يطلع 0. اعوض جوه الفيرست ديريفيتيف مره برقم اصغر من النيجاتيف 1، يعني اروح رايح جايب الكالكوليتور الحلوه الجميله بتاعتي دي كده، واعوض جوه الفيرست ديريفيتيف. فين الفيرست ديريفيتيف؟ 3 اكس باور 2 ماينس 3. اعمل كالك اعوض برقم اصغر من النيجاتيف 1 يعني نيجاتيف 2 اداني بوزيتيف. اعوض برقم ما بين النيجاتيف 1 والنيجاتيف 2 الزيرو اداني نيجاتيف. اعوض برقم اكبر من ال1 اللي هو ال2 اداني بوزيتيف. يبقى بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف. يعني الفانكشن increasing decreasing increasing. طب هو عايز decreasing منين لمنين؟ من النيجاتيف 1 لل1. يبقى الفانكشن decreasing من النيجاتيف 1 لل1 اللي هي لتر مين؟ اللي هي لتر سي. هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا عندي m minus 2n equal 7. ال m minus 2m ال m minus 2n equal 7 واعطلنا عندي x باور 3 بلس y باور 2 all باور 7. كانت بتتفك
اللي فيهم ترم كي ام باور اكس باور ام واي باور ان. عايز يعمل كي بلس ام بلس ان. طيب تعالى اول حاجه كده نجيب الجنرال تيرم. ادي التي ار بلس ال1 هيبقى عباره عن مين؟ قال لي 7 سي ار. 7 سي ار. هناخد السكند تيرم اللي هي واي باور 2 هنعمل لها باور ار. ناخد الفيرست تيرم اللي هي اكس باور 3 هنعمل لها باور 7 ماينس ار، يعني 7 سي ار واي باور 2 ار، ودي اكس باور 21 ماينس 3 ار. ماشي. جينا في وقت من الاوقات هو كان في تيرم من التيرمز اللي هنا دي كانت كي اكس باور ام واي باور ان. قلنا له تمام، يعني انا اقدر اقول في وقت من الاوقات ان الان ب 2 ار. الان بمين؟ ب 2 ار. وان الام بمين؟ ب 21 ماينس 3 ار. طب ما نعوض بدول جوه الايكويشن الاولانيه. يبقى 21 ماينس 3 ار ماينس 2 ار ماينس 2 تايمز 2 ار يعني 4 ايكوال 7. يبقى 21 ماينس 7 ار ايكوال 7. هنجيب دي هنا ونجيب دي هنا. يبقى 7 ار ايكوال 14. يعني الار بكام؟ قال لي يعني الار ب 2. قلت له جميل، ادام انا جبت الار ب 2. طيب ما هي الكي ب 7 سي 2. الكي ب 7 سي 2 يعني الكي بكام؟ ب 21. لما احسب دي على الكالكليتور هلاقيها 21. طب الان ب 2 ار يعني 2 تايمز 2 يعني 4. طب الام ب 21 ماينس 6. 21 ماينس 6 بكام؟ ب 15. هو عايز الثلاث ارقام دول بلس بعض. يبقى 21 بلس 4 بلس 15. 21 بلس 4 بلس 15 اللي هي ادتني كام؟ ادتني 40 اللي هي لتر مين؟ اللي هي لتر دي. فكره برضو حلوه وجميله وزي الفل. لو انا عندي الفانكشن اف اكس عباره عن ايه؟ قال لي عباره عن اكس تايمز اكس تايمز 1 ماينس اكس انكريزنج. انا ما بحبش يسالني في نفس الفكره مرتين حتى لو كان الديريفيتيف بتاعها ارخم. هو كده هيسالك في الديريفيتيف مرتين يعني. طيب تعالى نظبط شكل المساله الاول. ادي اكس تايمز اي باور اكس ماينس اكس بار 2. هجيب ديريفيتيف. الديريفيتيف الاول ب 1 تايمز الثاني زي ما هو بلس ديريفيتيف الثاني ده بيتكون من ايه؟ من باور والاي تنزل زي ما هي. الباور ده الديريفيتيف بتاعه ب 1 ماينس 2 اكس في تايمز اكس بار وفي تايمز اي باور اكس ماينس اكس سكوير. يبقى اي باور اكس ماينس اكس سكوير بلس اكس ماينس 2 اكس باور 2. ماشي. الكلام ده تايمز اي باور اكس ماينس اكس باور 2. هناخد الاي باور اكس ماينس اكس باور 2 كومن. يتبقى لي اكس ماينس 2 اكس باور 2 بلس ال1. طيب ده كده الفيرست ديريفيتيف بتاعي. اول حاجه اعملها اساوي الفيرست ديريفيتيف بزيرو. لما جيت اساوي الفيرست ديريفيتيف بزيرو ادتني اي باور اكس ماينس اكس سكوير ايكوال 0 او اكس ماينس 2 اكس سكوير بلس ال1 ايكوال 0. علشان دي تكون بزيرو ده شيء مرفوض لان مستحيل يبقى فيه فاليو للاكس تتحط هنا تخليه الانسر يطلع 0. هرتب دي كده واعمل لها فاكتورايز على الكالكليتر. طلعت لي الاكس بكام وبكام؟ طلعت لي الاكس بنيجاتيف هاف والاكس ب1. قلت له جميل قوي، دول كده الكريتيكال. هنعمل نمبر لاين. ادي النيجاتيف هاف بتخلي الفيرست ديريفيتيف 0 وادي ال1 بيخلي الفيرست ديريفيتيف 0. نجيب الفيرست ديريفيتيف نكتبه على الكالكليتر. ادي اي باور اكس ماينس اكس باور 2 تايمز اكس ماينس 2 اكس باور 2 بلس ال1. نعوض جواه مره برقم اصغر من النيجاتيف 1 وليكن نيجاتيف 2 ادتني نيجاتيف. كده رقم اكبر 0 ادتني بوزيتيف وليكن رقم اكبر 2 ادتني نيجاتيف. يبقى هي نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف decreasing increasing decreasing. يبقى هي هنا increasing
من النيجاتيف هاف لحد ال1. اخر سؤالين بقى عندنا، السؤالين الاسي. اول حاجه هنا بيقول لك انا بعمل sum 1 بقت i باور 2 لحد i باور 25. قلت له يا باشا ده جيومتريك سيكونس، لان كل مره بزود i، فهتبقى الاي ب1. الار اللي هي الكومن ريشيو هتكون السكند تيرم ديفايدد الفيرست تيرم، يعني i اوفر 1، يعني i. الان عددهم، هو اول تيرم كان 1، بعد كده i باور 1، بعد كده i باور 2، فالان هم 26. طيب لو عايز تستخدم اللاست تيرم، فاللاست تيرم هو i باور 25. انا عندي قانونين للصم، قانون في الان وقانون في ال. فقلت له الاس ان هيبقى عباره عن لارا اوفر ار ماينس 1، ال اللي هي i باور 25، الار اللي هي i ماينس. هو انا خد بالك، انت فاهم انا بعمل ايه؟ انا عايز اجيب الزد دي اللي هي عباره عن الصم، يعني الاس ان دي اللي هي الزد، عشان احولها واجيب تريجنومتريك فورم واكسبوننشال فورم. طيب الكلام ده ماينس الاي اللي هو 1 اوفر ار اللي هي اي ماينس 1، ده كده اي باور 26 ماينس 1 اوفر اي ماينس 1. طيب انا عارف ان كل اي موجوده في تيبل 4، كل اي موجوده في تيبل 4 الانسر بتاعها 1. ال 26 دي هي اي باور 24 تايمز اي باور 2 ماينس 1 اوفر اي ماينس 1. الاي باور 24 دي ب 1، والاي باور 2 بنيجاتيف 1، نيجاتيف 1 ونيجاتيف 1 نيجاتيف 2، اي ماينس 1. طبعا عشان بحل سؤال اسي، فانا هعمل هنا تايمز للكونجيجيت فوق وتحت، واروح جاي اعملها على الكالكليتر. يعني انا اروح رايح جايب الكالكليتر بتاعتي كده، واروح كاتب عليها اول حاجه بس اخليها مود 2، واروح كاتب عليها نيجاتيف. انا بقى مش محتاج، انا هكتب نيجاتيف 2، واروح كاتب هنا اي ماينس 1، ادتني 1 بلس اي. بلس اي. عشان بحل سؤال اسي، فحاول اعمل لي كده كام خطوه. فقلت له الار تبقى عباره عن سكوير روت ل 1 باور 2 بلس 1 باور 2، اللي هي ادتني كام؟ روت 2. تان سيتا عباره عن واي اوفر اكس، يعني ب 1. اساسا هي فيرست كواد، فالسيتا سهله الجاب، شيفت تان 1، فادتني 45 اللي هي بالراد باي اوفر 4. قلت له يبقى الزد تريجنومتريك فورم عباره عن روت 2 كوساين باي اوفر 4 بلس اي ساين باي اوفر 4، والزد بالاكسبوننشال فورم عباره عن روت 2 اي باي اوفر 4 اي. بس كده. طبعا انت كنت تقدر تجيبها بالكالكليتر، ان انت تطلع بس بره الموضوع ده كده، تروح عامل شيفت بلس 1 كوما 1، تروح دايس ايكوال ال 1.4 دي اللي هي روت 2 والثيتا ب 45. يبقى انت كده جبت التريجنومتريك فورم والاكسبوننشال فورم للزد. هي التركه كلها كانت في الصم، ازاي توصل ل 1 بلس اي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده إيه ده؟ السؤال اللي بعده. in the opposite figure OB. فين الاو بي؟ الاو بي ب 6، اكيد دي البي يعني. ده كده ب 6. الكيرف ده اي باور اكس. ماشي. find the OC which makes the surface area of the triangle. فين الاو سي؟ ده الاو سي، يعني شايف ده كده يفضل يتغير، بحيث ان هو يخلي الاريا اوف ذا تراينجل، الاريا اوف تراينجل ماكسيمم. عايزين نجيب اللينس اوف الاو سي اللي يخلي الاريا اوف تراينجل ماكسيمم.
بص بما ان هو مديني الايكويشن بتاعت الكيرف ده ان هي اي باور اكس، فانا هاخد بوينت هنا اسمها اكس وواي، فيبقى الهايت هو الواي. طيب المسافه دي من هنا لهنا اللي هي دي كده هي دي الاكس. طيب والمسافه دي كلها، المسافه من هنا لهنا دي 6. لا ده من الاو للبي، يعني المسافه دي كلها ب 6. المسافه دي كلها بايه؟ ب 6. يعني من هنا لهنا بايه؟ ب 6. ومن هنا لهنا باكس، يبقى الحته دي اسمها 6 ماينس اكس. طب ده ايسوسيلس تراينجل ونازل ده هايت بيربنديكولار على البيز، بيعمل ايه في البيز؟ بايسكت للبيز، يعني دي كمان ب 6 ماينس اكس. حلوه دي. يبقى الاريا اوف تراينجل هتبقى عباره عن هاف تايمز البرودكت بتوين البيز ومين؟ والهايت. هاف بيز تايمز هايت، يبقى الاريا عباره عن هاف ادي 6 ماينس اكس بلس 6 ماينس اكس تايمز واي، يبقى دي هاف ادي 12 ماينس 2 اكس. عايز اخليها في 1 انون، فانا جايب اوريدي ان الواي عباره عن اي باور اكس، يبقى ادي اي باور اكس. انا هدخل الهاف دي جوه عشان اريح دماغي، فهتديني 6 ماينس اكس اي باور اكس. عايز اجيبها ماكسيمم يبقى اجيب ديريفيتيف. ادي الديريفيتيف. الديريفيتيف الاول بنيجاتيف 1 تايمز التاني زي ما هو، بلس ديريفيتيف التاني باي باور اكس تايمز ديريفيتيف الباور ب 1 تايمز الاول زي ما هو، هساوي الفيرست ديريفيتيف بزيرو. فقلت له يبقى نيجاتيف اي باور اكس. استنى بس كده عشان ما نتلخبطش، هناخد من هنا الاي باور اكس كومن، فهيتبقى لي 6 ماينس اكس ماينس 1، يعني الاي باور اكس تايمز 5 ماينس اكس. 5 ماينس مين؟ اكس. هنخلي الفيرست ديريفيتيف بمين؟ بزيرو. قلت له يعني يا اما الاي باور اكس بزيرو، ده شيء مرفوض، مفيش فاليو للاكس تخلي لي الاي باور اكس بزيرو، يا اما ال5 ماينس الاكس بكام؟ بزيرو. فده معناها ان الاكس بكام؟ الاكس ب5. لما نيجي نجيب السكند ديريفيتيف هنلاقي ايه اللي حصل؟ الاي باور اكس الديريفيتيف بتاعها باي باور اكس تايمز 5 ماينس اكس زي ما هي، بلس الديريفيتيف بتاع ده بنيجاتيف 1 تايمز اي باور اكس. شيل الاكس وحط مكانها 5، تبقى اي باور 5 تايمز 5 ماينس 5 ماينس اي باور 5. الكلام ده اداني نيجاتيف 1، يعني الكلام ده نيجاتيف، رقم سمولر ذان الزيرو، يبقى هي ماكسيمم فاليو. يبقى هي ات الاكس ايكوال 5 بتديني ماكسيمم فاليو. يبقى الماكسيمم اريا بتاعتي، هو احنا مش عايزين الماكسيمم اريا، احنا عايزين نجيب الفاليو بتاعت الاو سي اللي تخليها ماكسيمم اريا. فرحت رايح قايل له هنا يا باشا تعالى بقى كده، انت مديني الاكس ب 5، الاكس بكام؟ الاكس ب 5، يبقى ال 6 ماينس 5، ال 6 ماينس اكس، ثانيه، احنا عايزين نجيب الاو سي. فقلنا انا عندي هنا بس مسمين ليترز، تعالى نسمي هنا ده دي. قلنا السي دي قد الدي بي ب 6 ماينس 5 اللي هو ب 1، يبقى الاو سي هو كله كان 6. ال 6 دي اشيل منها السي دي اللي هي ب 1 والدي بي اللي هو ب 1، يبقى الاو سي اللي يديني اكبر اريا لما تبقى الاو سي بكام؟ لما تبقى الاو سي ب 4. سؤال حلو جدا برضو، والموضوع اتمنى ان هو يبقى سهل بالنسبه لك. احنا كده خلصنا مع بعض النموذج الاسترشادي الخامس. اتمنى ان الموضوع يبقى سهل بالنسبه لك، وانك تبقى بتعرف تحل والدنيا تبقى جميله. ولو في اي سؤال كان صعب في النموذج ده مفيش اي مشكله خالص، انت بتتعلم ازاي تفكر في حل السؤال. يعني انت مش ضروري يقابلك سؤال زي ده بالظبط، انت المهم ان انت تبقى فاهم الفكره. احنا واحنا بنحل دلوقتي ما عملناش اي اختراع جديد، هي بس في كام معلومه اتقالت في كذا سؤال هنا. بقالنا كتير ما استخدمناش حاجه زي كده، وفي اوقات يبقى معلومه انت اول مره اساسا تتعامل معاها، فمفيش مشكله خالص. المهم ان انت عرفتها عشان لو قابلك حاجه زيها تبقى انت عارف ازاي
تتعامل معاه. خليك دايما فاكر ان طول ما انت مع مستر محمد مجد هتفهم ماث بجد. اشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد، وشكرا.